السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من ميجا ستور. جايب لكم النهاردة لابتوب سعره متوسط عشان الناس اللي سألتني على اللابتوب يكون في الفئة السعرية المتوسطة. اتش بي برو بوكس 650 جي 3 اي 5 جيل سابع مع رامات 8 جيجا من نوع دي رام 4 وفي اس اس دي ام 2 256 جيجا. وطبعا قبل ما ابدا بالحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من غير ما نرغي كتير. يلا نبدا بالحلقة على طول. اول حاجه هنبدا بيها هو التصميم وشكل الجهاز وخامته. اللابتوب بيجي بتصميم يعني مش رفيع قوي، من بره اسود ومن جوه سيلفر. بيجي بكيبورد لايت وفي بصمه. في طبعا موديلات منه بتنزل من غير كيبورد لايت. طبعا في كاميرا ومايك وصوته عالي جدا. شاشته كمان بتتفتح 180 درجه كده لحد الاخر، ده طبعا بيطول عمر المفصلات معاك. نيجي بقى لمواصفات اللابتوب بالتفصيل. اللابتوب بيجي ببروسيسور كور اي 5 من الجيل السابع 7200 يو، بينزل ب 2.5 جيجا هرتز مع رامات 8 جيجا من نوع دي رام 4 وممكن تخليها 16 جيجا بفرق بس بسيط. طبعا بينزل بكارت شاشه من نوع انتل اتش دي 620 وده ديديكيتد 128 جيجا. بيوصل مع الشير ميموري ل 2 جيجا او 3 جيجا طبعا على حسب الرامات. طبعا ده كارت مش بتاع جرافيك عالي، ده شغل بيزك لو انت شغال فوتوشوب مثلا او العاب متوسطه زي بيس 17. طبعا بينزل بشاشه 15.6 بوصه بجوده صوره فول اتش دي، وطبعا بينزل منه موديلات ثانيه بجوده صوره اتش دي. طبعا بينزل بكيبورد كامل فيه ارقام في الجنب لو انت حتى شغال محاسب وبتحتاج الارقام اللي في الجنب، فده هيفيدك جدا. طبعا موضوع البصمه ده انا مش برجحه قوي لانه مش اوبشن برده في اللابتوب، لان البصمه دي تعتبر بصمه قديمه برده فمش سريعه في القرايه زي بتاعه الموبايل وكده، فما تعتمدش عليها قوي في فتح الجهاز. طبعا اللابتوب بينزل باتنين ماوس كالعاده، ماوس هنا وماوس هنا. طبعا دي كليكات الماوس اللي هنا. نيجي بقى لصوت اللابتوب ده. صوت اللابتوب ده من الاصوات العاليه، لان في طبعا لابتوبات بتنزل بصوت واطي شويه. معظم اللابتوبات الاستيراد خارج بتبقى الكاميرا بتاعتها بتبقى كاميرا ويب، بتبقى كاميرا ضعيفه شويه، تقريبا بتبقى 1.8 ميجا بكسل او 1.5 ميجا بكسل. في العاده بيجي زرار باور هنا اللابتوب، وفي هنا زرار بيقفل الواي فاي او بيعمل ايربلان مود، في زرار تاني بيكتم الصوت ويشغله. نيجي بقى لفتحات اللابتوب والمداخل بتاعته. طبعا بيجي هنا بمدخل سماعات معاه تايب سي جنبه، وده ديسبلاي بورد طبعا ده مخرج شاشه برده، وده طبعا مكان للاس دي كارد، في 2 يو اس بي 3 ومكان للان، وطبعا مكان لخط، وده مخرج الشحن بتاعه. لو لفينا الجهاز من ورا كده تلاقي في زي هنا لونه رصاصي، طبعا من هنا اسود ومن هنا اسود. التاتش باد بتاعه بيبقى لونه رصاصي. في هنا مخرج لشاشه لو انت عايز تشغل شاشه عليه، وده مخرج طبعا كوم لو انت برده في برنترات قديمه ممكن تشغلها عليه. لو لفينا هنا برده الجنب الثاني هتلاقي مخرج لسي دي روم، طبعا ده ممكن تشيله وتركب بداله اتش دي دي يزود المساحه شويه، ودي فتحات التهويه بتاعته. ده ظهر اللابتوب من ورا كده زي ما انت شايف، لونه اسود ومن هنا اسود ومن جوه لونه سيلفر. بعد ما شفنا مخارج ومداخل الجهاز هنيجي بقى نفتح اللابتوب من جوه ونشوف في ايه. بس قبل ما نفتح اللابتوب من جوه ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نفتح اللابتوب من جوه. هنجيب الفوطه بتاعتنا بتاعت كل مره ونحطها هنا كده. ادي الكفر بتاعه. طبعا اللابتوب نازل برامتين، الواحده 4 جيجا او 8 جيجا لو عايز تبص عليهم. في حته 4 جيجا نازل برامتين 4 جيجا على حسب طبعا المستورد اللي بيجيبه او حسب الناس بتبيعه بايه. طبعا البطاريه بتاعته بطاريه اوريجينال مع اس اس دي ام 2 256 جيجا. عيب اللابتوب ده ان هو ما بيقبلش هاردين، عشان تركب هارد تاني بتشيل السي دي وتحط تادي مكان السي دي عشان يقبل هاردين. ممكن تركب اس اس دي ساتا اللي هو 2.5 هنا تركبه بدل ده، او تشيله وتركب الام دوت 2 اللي هو ده، فده ممكن يقبل معاك يا ده يا ده، يا اس اس دي اللي هو 2.5 يا اس اس دي ام دوت 2. طبعا عشان تركب هارد تاني او عايز تزود المساحه او تركب هاردات من الاتش دي دي بتستغنى عن السي دي وتجيب حاجه اسمها كادي وتركبها هنا عشان يقبل معاك هاردين. دي المروحه بتاعت اللابتوب تبردها كويس ما شاء الله، ودي كارتة الواي فاي، ودي طبعا الفتحه بتاعت الشاشه. اللابتوب كاستعمال خارج انا شايف ما شاء الله حالته كويسه قوي. من جوه حتى ما فيهوش تراب كتير، استعماله خفيف، والماتيريال بتاعته كويسه مقارنه بالاجهزه الجديده اللي بتيجي مصر. خامه اللابتوب بتيجي من البلاستيك زي ما انت شايف كده، بس بلاستيك جامد شويه يعني حتى غير ماتيريال الجديد. الخامه بتاعته ما شاء الله كويسه جدا، عمرها اطول من تحس انها خامه مصروفه عليها شويه، وطبعا عمرها اطول من البلاستيك العادي. هنقفل اللابتوب تاني. بعد ما قلنا مواصفات الجهاز وبصينا عليه من جوه، شفنا مقاس الشاشه والرامات والهارد والاس اس دي وكل حاجه، هنتكلم بقى عن مميزات وعيوب اللابتوب ده. بس قبل ما نقول المميزات والعيوب ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. بقدم محتوى جامد جدا بخصوص اللابات الاستيراد خارج. نيجي بقى لمميزات اللابتوب ده. مميزات اللابتوب ده ان هو بينزل بشاشه 15.6 بوصه، ودي شاشه كبيره. طبعا مقاس الشاشه بيفرق في سعر اللابتوب عشان بيبقى فيه كيبورد كامل، وساعات بيقعدوا عليه وقت طويل قوي فبيحتاجوا تكون شاشه كبيره عشان ما تتعبش عينيهم. الميزه
التانية اللي في اللابتوب ان هي شاشته 180 درجة، وده بيدي عمر اطول للمفسرات، ودي موجودة في اي لابتوب استيراد خارج. كمان الجيل بتاعه من الجيل الحديث اللي هو الجيل السابع، يعتبر مش قديم قوي. بعد ما قلنا مميزات اللابتوب نيجي بقى للعيوب بتاعته. عيوب اللابتوب ده، وده مش عيب جوهري، هو فيه كارت شاشة انتل، وده برضو على حسب سعره. لو جبت نفس اللابتوب ده بكارت شاشة خارجي هتلاقي زاد حوالي 1500 جنيه او 2000 جنيه عن ثمنه. تاني حاجة وده عيب برضو موجود في معظم اللابتوبات البرو بوك، ان هو ما فيهوش اتش دي ام اي. في طبعا كابل هنا اللي هو التايب سي ده بيحوله لك ل اتش دي ام اي، او ديسبلاي بورت يحوله لك ل اتش دي ام اي. فدي برضو ما اعرفش هم لاغينها ليه الميزه دي من اللابتوب. طبعا ان اتش دي ام اي ده اساسي في اي لابتوب، فالموديل ده بالذات ما بينزلش فيه، فبتضطر تجيب له وصله بحوالي 75 جنيه او 100 جنيه عشان تضطر تشتغل بالاتش دي ام اي. العيب الثالث وده برضو مشهور في معظم اللابتوبات اللي استيراد خارج، اللي هي البصمات. زي ما انت شايف كده انا بدوس على اللابتوب صوابعي بتعلم فيه، طبعا في ناس بتعرق كتير او ايديها بتعرق بسرعه، فطبعا بتقعد تعلم في اللابتوب، ودي حاجه برضو انا مش شايفها حلوه في اللابتوب. سمكه تخين، يعني شكله اللي هو مش احسن حاجه، تخين سيكه عن كل اللابتوبات، وده اكيد عشان في سي دي هنا، طبعا ده بيزود وزن اللابتوب وبيزود سماكه اللابتوب، فدي حاجه برضو مش اوبشن حلو في اللابتوب، بس معظم الناس ممكن تعديها يعني. بعد ما قلنا مميزات وعيوب اللابتوب، هنيجي نجرب عليه شويه فوتوشوب وشويه بيس 17 ونشوف هيقدم معانا ازاي فيهم. طبعا ما شاء الله اللابتوب بيفتح بسرعه جدا، وده عشان هو فيه اس اس دي ام دوت 2، وده بيخلي فتح الويندوز وفتح البرامج بيبقى سريع شويه عن الاتش دي دي. هنجرب نشغل الفوتوشوب، وطبعا هنسيبه يحمل، وهو بيحمل هنشغل بيس 17 كده ونشوف الدنيا بتاعتها. نشغل فوتوشوب معاها برده، نسيبها تحمل، هنعمل نيو. فوتوشوب ما شاء الله شغال كويس قوي، وده انا يعني في لابتوبات برده بتبقى جيل سادس او رابع ما شاء الله بتشغل فوتوشوب بشرط يكون فيها اس اس دي. طبعا بعد ما الفوتوشوب بيشتغل كويس هنقفله ونجرب بيس 17 هنشوف عملت ايه معانا. وكده جربنا اللعبه، واللعبه ما شاء الله شغاله كويس جدا. انا ما توقعتش الاداء ده فيها بصراحه، لان برده حسيت ان يعني فيجا انتل مش هتشغل جيمز كويس، بس مشغله بيس 17 ما شاء الله. مش شرط تكون جوده عاليه، بس على الاقل اللعبه شغاله ومفيش اي لاج فيها، ما شاء الله شغاله كويس. شاحن اللابتوب ده بيجي بشاحن 45 واط، طبعا بيشحنه في خلال ساعتين او ساعتين ونص. نيجي بقى لمتوسط سعر اللابتوب ده. متوسط سعر اللابتوب ده من 6000 جنيه الى 7000 جنيه على حسب سوقه وعلى حسب رامات كام وهارد كام، بس هو في الاغلب بينزل برامات 8 جيجا دي دي رام 4 ومعاه اس اس دي ام 2 256 جيجا. ده الاتش بي ال 650 جي 3 اللي بيجي بكارت شاشه انتل. كده نكون خلصنا حلقتنا، ويا رب تكون عجبتكم. ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في الحلقه الجايه على خير. كان معاكم احمد من ميجا ستور. سلام.